السلام عليكم، معكم عبد الرحمن، وخلونا نستكمل جولتنا في قلعة نزوة. بعد ما لفينا في سوق نزوة التراثي وشفنا المبنى الأساسي للقلعة في الفيديو اللي فات، متنساش تبقى تشوفه. خلونا بقى في الفيديو ده نشوف كل تفاصيل القلعة وغرفها المختلفة اللي بيوصل مجموعهم ل 30 غرفة. بدأنا أول حاجة بمخزن التمور أو النضد، واللي معناها في اللغة وضع أشياء فوق بعضها على هيئة طبقات، وأظن إن ده واضح. ومخزن التمور ده كان نوع من أنواع الطرق الدفاعية اللي كان بيتم اللجوء ليها لو حصل حصار لفترة طويلة. وده تاني مخزن تمور في القلعة وأصغره، وبيسع ل2.5 طن من التمور. وبيتكون المخزن من أكياس التمور اللي شفناها في الأول، ومنفذ بتعدي منه قنوات المية تحت الأرض، بالإضافة للجرات الفخارية للتخزين. والغرفة اللي بعد كده هي غرفة الغسل. بعد كده جه الدور على غرفة الشاوي. شخصيا ما كنتش اعرف ايه ده بصراحة لحد ما قريت، طلعت غرفة سكنية للشاوي او الراعي بتاع الغنم. كان في بعد كده تشكيلة من الأسلحة بين السيوف والخناجر العمانية وغيرها، واللي بتستخدم حاليا في المناسبات والرقصات الشعبية. ندخل بعد كده على الجد بقى، وهو سكن طلاب العلم، واللي لقيت فيه معلومات عن الخليل بن أحمد الفراهيدي، واحد من أشهر العلماء العمانيين، وهو عالم في النحو، وتم اختياره كواحد من ضمن الشخصيات المؤثرة عالميا في برنامج اليونسكو سنة 2006. وكمان الطبيب راشد بن عميرة اللي من ولاية الروستاق، واللي تم إدراج اسمه برضه في قائمة اليونسكو سنة 2015. بعد كده المؤرخ والشاعر العماني نور الدين السالمي، اللي من أشهر مؤلفاته تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان، وهو كتاب بيعرف فيه عن سلطنة عمان وحسن خلق أهل عمان ومواضيع تانية كتير. بعدها يجي الدور على ابن الذهبي أو عبد الله بن محمد الأزدي، اللي ألف كتاب الماء، أول معجم طبي لغوي في التاريخ، وهو أحد طلاب ابن سينا. أما دي فهي صورة لأبي المسلم البهلاني، وهو شاعر عماني عاش من سنة 1860 لحد سنة 1920. والخمس شخصيات العمانية اللي تم إضافتها ضمن برنامج اليونسكو هما الخليل بن أحمد الفراهيدي، والطبيب راشد بن عميرة، ونور الدين السالمي، وابن الذهبي، وأبو المسلم الرواحي اللي اتكلمنا عليهم.
أما بقى سكن الطلبة التاني اللي بعد كده فكان بيضم كتب ومؤلفات كتير. ده غير كام صندوق خشبي بتحط فيهم اللبس أو الورق المهم أو الفلوس أو أي مستلزمات شخصية، واللي اسمه المندوس. واسم المندوس جاي من كلمة مندس في اللهجة العمانية، يعني متخبي، زي ما انت عارف من فيديو اللهجة العمانية اللي عملناه. أما بقى عن آخر سكن فده اللي كان فيه وسائل الكتابة القديمة، زي ألواح الكتابة والأقلام والجلود وكتف الجمل اللي كانوا بيكتبوا عليها. ده غير طبعا مجموعة من المستخرجات النباتية زي الزعفران. هدنا شوية في بيت الضيوف هنا اهو. الجو حر جدا، دي تقريبا اكتر مرة في حياتي اعرق فيها بالمنظر ده. الجو شرس مفترس هنا، خصوصا احنا واصلين الظهر. بص الشمس هنا عاملة ازاي، مميتة. بص المكان حواليا جامد. استنى اوريك دلوقتي. اتمنى يكون الفوكس على وشي اصلا، شايفني كويس، اهم حاجة. وعلى السريع كده خلينا نشوف مكان الضيوف. وطبعا المبنى الضخم ده لازم يكون فيه مكان للصلاة، فكان هو ده المصلى اللي في القلعة. وبعد كده دخلت على البرزة أو غرفة الاجتماعات. واللي كان مكان كبير ومليان كتب. أما بقى غرفة المناجاة فواضح من الاسم وفرق المساحة إن دي مناقشة مواضيع مهمة أكتر من اللي فاتت تقريبا يعني. جنب القلعة هتلاقي جامع القلعة اللي تم افتتاحه سنة 1980 على يد السلطان قابوس الله يرحمه.
نختم الغرف بمكان تحضير القهوة. وبس كده، شكرا قلعة نزوة على كل الجمال ده. The next day. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضرتك عزيزي المشاهد. بعد ما رجعت البيت، طبعا انا باين علي ان انا اكيد ما رجعتش البيت يعني لسه كده، طبعا يعني نمت بصراحه وخدنا ريست شويه. كان يوم جميل جدا. المكان كان تحفه الى ابعد درجه، يعني اتمنى ان انت تكون عشت في المود بتاع القلعه. الاوض والاماكن اللي جوه كانت حلوه جدا. كان يعني الاماكن كانت جميله، خصوصا اللي هي اللوح اللي كانت جنب كل حاجه دي عشان تفهمك هو ايه اللي جنبك ده، وبيرجع تاريخه ده لسنه كام وكده. تحس ان هو متحف بالظبط، ولكن في نفس يعني في مبنى، مش حاجه معزوله مثلا في مبنى تاني، لا هو كل حاجه في القلعه كده. فوصلنا الظهر، الشمس يعني بتوشوشك في ودنك، قفاك اتفلق من الشمس، او قفايا انا بقى اللي اتفلق من الشمس، احنا اصحاب عادي، انا بحبك. فهنا الرخامه بس، لكن المكان كان فعلا كان فاضي، يمكن عشان الدنيا كانت ظهر وكده، بس غير كده ولا غلطه. المكان ده لو تروح الصبح 9-10 الصبح مثلا، بدأت ساعة ساعتين بالكتير وتبقى عملت دكتوراه في القلعة، ما سبتش فيها اي حاجة. المهم جبنا حاجة من القلعة، اكيد طبعا مش هنروح مكان اثري زي ده من غير ما نجيب لنا حاجة. هي الشنط تقريبا واحدة في كل حتة، حتى في مطرح كان نفس الشنط دي. المهم جبنا حاجة هنا كده، تمام. وانا تحس يعني انا الحاجة دي وانا باصص عليها من بعيد كده في الفخاريات عجبتني، تمام. فروحت سألت الراجل عليها، خدتها له كده، قال لي هاتها من بره عادي، وعشان اساله على سعرها وكده. في نص الكلام قلت له ان انا خايف عليها لا تتكسر عشان انا مسافر وممكن تتكسر في الشنط كده. فانت تقريبا كده يعني حاسس ان انا استفزيته، تحس ان انت استفزيته. ليه بقى؟ قال لي ولا يهمك، ما فيها شيء، بس وعينك ما تشوف النار بقى. جاب لي بقى دي وحطها بقى على الورق اللي هو اللي بيطرقع ده، وقعد بقى يلزق فيها كميه لزق. يعني انا بقول له، كنت عايز اقول له كفايه بس فاهم، بس ما ينفعش، يعني تحس ان انا بجد ان انا يعني ضايقته. فالمهم يعني هنحاول ان احنا نقطع اللزق ده من غير ما نجرح شعور الورق. وصلنا يا شباب، يا ربي التحفه الفنيه دي. ايه رايك بامانه؟ ايه رايك؟ يعني مش عايز اطول عليك اكتر من كده. اتمنى جدا من كل قلبي ان انت تكون انبسطت بالفيديو، وان انا اكون حاولت ان انا انقل لك اقرب صوره ممكنه للواقع للمكان اللي انا روحته. يعني احاول يعني الحمد لله على كل شيء. اتمنى ان انا اكون وصلتك يعني اللي هو للليفل اللي انت حاسس ان انت كانك رحت المكان بالظبط، لان هو ده هدفي في الاخر، ان انا اغطي لك المكان وان انت تحس ان انت كنت معايا في المكان ده وبس. اتمنى لك يوم جميل جدا. شكرا ليك جدا، انت انسان رائع لو وصلت لحد هنا، وحتى تبقى انسان جميل حتى لو نطيت ووصلت للدقيقه كده كوسه. وان شاء الله الفيديوهات الجايه تكون احسن. شكرا ليك جدا عزيزي المشاهد. كان معك عبد الرحمن. سلام.